خسر كل البطولات، الشباب والناشئين كله، وطلع ما خدش كاس عالم وخسر افريقيا، كله خسر كله. داخل معركه مع نادي الزمالك باينه قوي مع ان جمال علام عامل نفسه زملكاوي، وحازم امام عامل نفسه زملكاوي، وبركات عامل نفسه زملكاوي. لا الموضوع زاد. والموضوع مش من موضوع كهرباء، لا الموضوع بدأ لما اتوقف القيد ل3 لعيبه بدون وجه حق، والدليل انه بدون وجه حق ان هو بعد كده هيلوم. وانت لو موقفك سليم هتكمل. ويمكن الفيديو اللي فضحهم يوم ما رحت وانا بتحايل عليهم كلهم عن جاهيه، وكلهم عارفين جايين ازاي. انتوا مش منتخبين، انتوا جايين معينين. يعني ايه قائمه محمد ابراهيم بتاع بلاد الدكرور كانت نازله ضد كام جمال علام؟ يا جماعه لا، يا جماعه عيب اللي بيحصل ده، عيب بصراحه يا جماعه مش ممكن اللي بيحصل ده، عيب بصراحه. 3 لعيبه تخسرهم لي وانا عندي اهم مطوشه تاني، اهم مطوشه سواء كنا في افريقيا او في الدوري. وبعدين من غير مناسبه كده لما رفعنا القضيه في مجلس الدوله، تمام، قلت خلاص ما انت لو مكافاه خلاص مش هنكمل. وكل الانديه عليها فلوس، لا الاتحاد الكره نفسه عليه فلوس، يعني مشروع الهدف مش عارف، كل المشروع كله عليه فلوس، الاتحاد نفسه عليه فلوس. انما التعنت اللي عمله جمال علام، اسف عنتر علام مع نادي الزمالك شيء غير مقبول. يعني يا جماعه زي ما انا قلت، واول ما قبل ما نخلص الاجتماع يعني نتكلم مع بعض، مش ممكن يا جماعه لاعب هربان من نادي الزمالك لايك يا بهوات بقى، لا هربان وعقده ساري، تقوم الفيفا يقول لك عقوبه، وبعدين الانضباط الدوليه تديله عقوبه، يقول لك مش هدفع. هذا اللاعب نفسه في السوبر اللي اتعمل في الامارات ماتش 100 زي الفل، لعبت الاهلي والزمالك مع بعض زي الفل مفيش مشكله، نزل ضرب طارق حامد، ضرب حازم امام، الماتش ولع، وكانت فضيحه هناك اللي احنا شفناها. مصممين؟ يعني انا شايف ان بدل ما النادي الاهلي يعمل قضيه النهارده انه لجنه الانضباط دي باطله، طب لما هي باطله يا محمود يا خطيب، طب ما هي باطله امال انت قدمت شكوى ضد انا ليه عند نفس اللجنه؟ ولا هي باطله لما تطلع عقوبه عندك تمام عليك انت، ومش باطله وحلوه لما تدي عقوبه عندي 300,000 جنيه ومنع من دخول المباريات شهرين؟ ايه الهجص ده؟ ايه التهريج ده يا جماعه؟ طب لما هي باطله، الولد كهربا ده راح حضر التحقيق ليه قدامها؟ طب المحامي بتاعك ليه حضر التحقيق قدامها؟ مش هي باطله؟ هو في كده يا جماعه؟ انا ما شفتش كده بصراحه. فاي حد يقول لك لا هنشترك في ايه؟ هنروح نشترك في مزاله كابتن محمود الخطيب يعني راجل نار يعني، ويلا اتفرم، وادي بطوله خدناها زي السله لما الحكم قال لك لا الواد يقف على العلامه والعلامه متغطيه، وزي الطايره لا عايز عيد الثانيه يعني عيد تاني النقطه، مش كده يا جماعه. فنادي الزمالك ده موقف مش هنغيره. احنا خدنا موقف قبل كده تفتكروا 97 بتاع قادر عبد العظيم، الغلطه اللي عملها الجهاز الفني اللي هو ايامها كان اخونا فاروق جعفر وكابتن نبيل نصير، ان انا قعدت اقول لنبيل خد اللي قبل ما يبقى بص، ما هو انا لو دخلت معركه كمل، ما دخلتش خلاص. انا نزلت الملعب وبدات المباراه ما انسحبش، نزلت الملعب خالص. يا نبيل اطلع يا ابني اطلع، ما كانش هيعمل تليفونات موبايلات. ربنا يديله الصحه بقى محمود وجدي لما انا عمال اطلع لعيبه ونبيل نصير الله يرحمه طبعا ولا فاروق جعفر ولا كاني موجود بقول لهم ما كناش على فريق الكوره مع مستشار جلال ابراهيم، فمش عايزين يطلعوا. فمحمود وجدي كمدير بحث اعتقد القاهره وصديق عزيز يعني وزير الداخليه، وانا فرحان بهاي حد عايزك بره
على قلبكم زي العسل. كان في استراحه كده بتاع الاستاد، دخلنا حافلين عليه البتاع من بره، الاوضه من بره، واخد بالك، وقالوا لي اتفرج على الماتش في التلفزيون. تمام. اتحل المجلس وانا اللي رجعت المجلس. احنا في دوري القانون، يعني احنا المجني عليهم اتحلينا، بس احنا ايام ما اتحلينا احنا واتحاد الكوره كان له حرب ده شويه، وخدنا ورفعت انا قضيه وكسبناها. فيا جماعه من ناحيه الادب، ده مدحت عبد الهادي وامير عزمي مجاهد، عزمي ده اخويا، ده زقوا بس ولد في الماتش بتاع كان اعتقد المغرب، جول يا ابوي على الهوا، اعتذار والاثنين مشيوا. جول يا ابوي. يا محمود، هو انت مش بشر زينا؟ لا مش بشر زينا. طب الدليل ان الواد كهربا ليه صوره بيسجد لك. احنا وصلنا للمرحله دي يا جماعه. انا مش عايز اتكلم عن ماتش الرجاء ولا ماتش الهلال ولا ماتش الهلال وسان داونز، يعني مش عايزين نتكلم خلاص. ربنا يرايد خلاص. ليه بقى؟ مش مشكلتنا احنا، ربنا يوفقهم في حالهم. تمام. انما مش كده، وعايزنا كتفنا. وبعدين يطلع صحفي اسمه احمد، مش عارف اسمه احمد ايه، عامل فضيحه، بيقول لك جمال علام معلومه اتصل بمحمود الخطيب. ده بيقول اسماء يا جماعه، وقال له ما تشغلش بالك، انسى العقوبه دي، احنا مش هننفذها الا بعد الصوبه. وبعدين 12 كتير قوي. خلي بالك الفيديو اللي بيعترف بيه اهي ان ما كانش هياخد على ودانه مش بمزاجه وهيلعب السوبر. هقول لك على حاجه كمان، جايب لك خبر في الجول والله انفراد، بس نخلص الفيديو واقول لك الخبر. حته خبر ملوش حل، والله ملوش حل. لجنه التفتيش دخلت نادي الزمالك، شوف اتمنعت قد ايه، ودخلت وهو قابلهم، وحصلت بلاوي زرقاء، كوارث سوداء هيعلن عنها بكره. اسمع كلامي واستنى عشان الخبر ده مش عند حد. بس نكمل الفيديو بتاع الانسحاب، قصدي الاعتذار. هنخليها لك 6، قال له خليها لنا 4. لا واحنا كمجلس اداره نقعد نتفرج كده وناخد على قفانا احنا بقى وجماهيرنا ولعبتنا؟ مش هنعمل ده، مش هنعمل ده. وفي نفس الوقت بقى كل الضغوط اللي عليا بقى لها 48 ساعه ان انا العب الماتش، والا انت معزول. هحل المجلس، هعمل لجان، هتقعد تفتش. انا بقعد اضحك. طب اني خدت القرار مع مجلس الاداره اهو، مش هقابل. اعترف بانفراداتنا ان هو بيضغط عليه، هتلعب السوبر يا هنعمل فيك كذا، هندخل البتاع في صرصور ودنك، انت معزول وهنطيرك. الاعتراف ده بيقول احنا مسايبينك وانت معزول، هنعمل معاك الدنيا. طب ما تعملها لان ده الحق، طب ما تعمله يا وزير الشباب، ده حق. ربنا رايد الفضيحه على كل الاوساط. الراجل ده يا ساده العمل الراضي لوزير الشباب والرياضه وللناس اللي بيساندوه، اللي موجودين متغلغلين في المؤسسات الاهم. صدقني ده العمل الراضي، وده انتقام ربنا من الناس دي. ربنا